اهلا بيكم، انا سحر ودي قناتي. النهارده بما ان البتنجان هو ارخص حاجه اليومين دول، هنعمل طريقتين البتنجان للمخلل. اول طريقه هنسلق البتنجان في ميه على النار، والطريقه التانية هنقمع البتنجان ليه نص قليه ونحشيه. هي الطريقتين بيختلفوا عن بعض، ان انت بتسلقي البتنجان، والطريقة التانية بتحمريه شوية، يعني نص تحميرة على النار في الزيت. لا اله الا الله. هنا هنفتح البتنجان وهنقليه في الزيت نص قليه، وبعدين هنحط في الخلاط راس توم، وهنقطع فلفل. على فكرة الفلفل ده الأحمر ده مش حراق، مش حامي. وهنحط ملح وليمون، وهنضربهم في الخلاط. البتنجان على النار انتوا شايفينه بيتحمر. هنا سلقنا البتنجان وحمرنا البتنجان وعملنا الخلطة. هنحشي بقى. على فكرة البتنجان المقلي ده ممكن ناكل منه عادي على طول، والمسلوق برضو، بس المسلوق يستحسن انت تسيبيه يعني ممكن لاخر اليوم كده. زي ما انتوا شايفين كده بنشيل بنقمع البتنجانة عشان نحط فيها نحشيها. متنسوش اللايك يا جماعة والاشتراك في قناتي عشان يوصلكم كل جديد. هنغرز البتنجانة فيها كده. على فكرة هي مش الحد بتاع البتنجان مش جامد، فعشان كده عادي يعني الخلطة تملاه من كل ناحية. جربوه بالطريقة دي والله هتعجبكم زي ما انتوا شايفين. انا يا دوب بحط البتنجانة فيه مش بحشيه. وبكده نكون خلصنا الطريقتين. زي ما انتوا شايفين كده. انا بوريكم ان انا باكل من البتنجان عادي، يعني ان هو حلو، طعمه حلو. باقي الخلطة هحطه في التلاجة.